بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. بصوا النهارده هنعمل معاكم كيكة تنفع في الصيف وتنفع في الشتاء. يعني مش هتقولك لا في الصيف ومش هتقولك لا في الشتاء. يعني هناكلها في الصيف ساقعة وهناكلها في الشتاء دافية. كيكة كده جميلة واقتصادية وسهلة بأمر الله. صلوا على النبي واذكروا الله واذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يلا نشوف الطريقة معانا ايه هي. بصوا اول حاجة كده، احنا معانا ايه؟ شايفين بس جمالها وطعمتها واشكالها وكل حاجاتها. ما شاء الله بجد كيكه. ولا يا ولا، ولا يا ولا. صلوا على النبي واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. بصوا احنا معانا دلوقتي ايه؟ ست باكت بسكوت شاي ساده. النوع اللي تحبوه والنوع اللي تفضلوه هاتوه. تمام. ألقر اي نوع انتوا حابين تستخدموه هاتوه، مفيش اي مشكله منه. تمام. هبتدي ان انا اكسر، اطلع الاول الاكياس اللي معايا دي افتحها كلها عشان اقدر اشتغل يعني. ولكن ما فيهاش مشكله، يعني لو كلنا واحد او اتنين يعني مش مشكله. صلوا على النبي واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله محمد عبد الله ورسوله. ماشي كده انا ايه؟ جيت بقى للخطوه التانية اللي هي البيض. البيض هنا انا بفكه بس من بعضيه عشان اقدر احط عليه السكر ويكون مظبوط. تمام. بمجرد ما بيوصل للقوام ده بنزل عليه بفانيليا. الفانيليا معايا لكل بيضة كيس فانيليا، وخدوه ستاندر في اي حاجة. ماشي. معانا كوباية وربع من السكر وهنمسكه. السكر يكون ابيض، مش بتاع التموين. لا، عايزين الابيض اللي هو الحلو، مش اللي هو الابيض الناعم ده عشان ما يغمقش معانا الكيك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي واذكروا الله كده في قلوبكم. ماشي. هنمسك نضرب البيض البيض والسكر ضربا مبرحا لحد ما يقول انا استكفيت وبيضيت. هو اسمعوه كده هتلاقوه بيقول لك انا استكفيت وبيضيت. هتلاقوا من علامات ان هو استكفى وبيض اللي هو بقى لونه ابيض فاتح وفي الفل. تمام. بص بقى صلوا على النبي. معانا كوباية زبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة. الغرفة عندنا يعني تكون طرية ما تكونش ناشفة. تمام. عشان لما نيجي نضربها ما تكلكعش معانا. تمام. هنمسكها نضربها كويس جدا كويس جدا، ودي اهم حاجة ان احنا نضربها كويس عشان نعرف بعد كده نعمل الخطوات التانية. لازم يبقى كريمي. طيب انا دلوقتي مثلا المضرب بتاعي مش احسن نوع. ما عنديش وقت، فرهط، كهرباء قطعة، في الف طريقة، مثلا الف حاجة حصلت. ممكن نعمل حاجة كده هو. دي افتكاسة يعني مني، بس هي الحمد لله يعني حلوة. تمام. الطريقة اللي ايه. احنا هنعملها، هنجيب ظرف بيكنج باودر. اللي انا هستخدم في الوصفة دي ظرف واحد بيكنج باودر. تمام. خدت منه جزء بسيط جدا وحطيته على الخليط اللي انا عايز افومه او عايز اخليه القوام بتاعه يبقى فاتح يعني. بصوا الطريقه دي حلوه، بتخلي لنا مثلا احنا لو بنفوم بيض او بنفوم مثلا زبده وبيض او زبده وسكر او اي حاجه، وحطينا على رشه البيكنج باودر دي بتفور في قلب الخليط اللي احنا عاملينه ده. فبتفور معانا على طول، مفيش دقيقتين او دقيقه ونص، وبتلاقي معانا الخليط بقى ما شاء الله كريمي وبقى زي ما احنا عايزين. الطريقه دي بتسهل علينا شويه الدنيا. تمام. بصوا شايفين انا عايزه بالمنظر ده. ماشي. معانا كوبايتين البسكوت. احنا محتاجين 6 باكت بسكوت هيعملوا معانا من كوبايتين وكوبايتين وربع من المطحون، بسكوت مطحون. تمام. انا حطيت كوبايه وربع من اللبن وسبت معايا ربع كوبايه هستخدمه ان شاء الله باذن الله لما احتاجه. تمام. صلوا على النبي واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تمام. بصوا انا مسكت اللبن مع الزبده مع السكر مع البيض واديتهم ضربه بس ضربتين كده بس عشان ايه؟ كل الخليط يتجانس. تمام. وبعد كده نزلت عليه بالبسكوت اللي هو ما يعادل كوبايتين وربع او كوبايتين معانا نعمل في الموضوع ده. تمام. هديله الاول تقليبه وهنزل عليه بمعلقه ايه المفروض انزل عليه دلوقتي بمعلقه بالبيكنج باودر ونص ربع معلقه قرفه ومعلقه اللوتس اختياري، بس هو بيدي للكيك معانا طعم حلو قوي. تمام. بس انا للاسف نسيت احط اللهم صل على النبي القرفه، فحطيتها بعد لما افتكرتها. تمام. همسكها اضربها كويس جدا. لازم نضرب الوصفه دي محتاجه ضربا مبرحا للاسف، يعني هي محتاجه ضرب مبرح.
عادي لو اشتغلنا بيها بايدينا مفيش اي مشاكل. تمام. لازم طبعا ندوق ونتست ونعرف احنا عملنا حاجه حلوه زي كل مره ولا حاجه حلوه زي كل مره. تمام. زي ما انتم شايفين كده لازم يبقى شكلها كريمي وعامله زي الكيك كده. احنا معانا كيك، مش بنعمل مثلا اي حاجه تاني، احنا عايزين يبقى قوام الكيك كده العادي. صلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب وتهدى النفوس باذن الله. ماشي. حطيت الربع كوبايه لبن اللي انا قلت لكم ان انا هشيلها احتياطي. تمام. في الوقت ده انا كنت بسخن الفرن بتاعي، ولعته على 150 160 170. انا مش عايز فرن سخن، انا مش عايز فرن يعني درجه حراره عاليه، بس انا عايز فرن سخن درجه حراره واطيه، لان الكيك دي بتحتاج درجه حراره واطيه شويه ووقت اقصر شويه. تمام. يعني انا الكيك بتاعي خد معايا 19 دقيقه. تمام. انتوا بقى شوفوا فرنكم هياخد قد ايه. ماشي. دي هنا كنت حطيت معلقه ربع معلقه صغيره من القرفه ومعلقه لوتس. عادي لو حطيناها في اي وقت، بس هي تستحسن ما تحطها مع البسكوت، يعني عشان نحس ان احنا واخدين بسكوت لوتس او عاملينه بسكوت لوتس. تمام. صلوا على النبي واذكروا الله. واللي وصل معانا لحد هنا ما ينساش يصلي على النبي ويكمل معانا الفيديو. تمام. دهنت معانا الصينيه اللي انا بشتغل بيها، دهنتها زبده. ماشي. دهنتها زبده عشان ما تلزقش. تمام. انا عامه بدهن بزيت، بس بصراحه ما كانش عندي زيت ساعتها فدهنت بزبده. تمام. حطيت الخليط معانا، والخليط معانا لازم يكون لونه فاتح كده زي ما انتم شايفين. تمام. ما شاء الله هو فاتح اكننا عامل كيكه بدون اي اضافات، يعني كيكه عاديه بس يعني. والحمد لله والشكر لله ولا اله الا الله محمد رسول الله. بصوا لازم نعمل الحركه دي عشان نتاكد ان الكيك جوه مفيهوش فراغات وكله فيه يعني كيك. ماشي. بصوا لازم نمسح الحراير بتاعته دي، بس انا مسحتها بصراحه في المطبخ من غير مصارح. بعد 19 دقيقه بالظبط كانت الكيك معايا استوى وهش وجميل. المفروض يقعد على الاقل 3 ساعات او ساعتين في التلاجة عشان يمسك ويبقى كويس. بس انا بصراحه كان الجو ليل قوي وانا كان عندي شغل الصبح، وكنت محتاج اخلص الفيديو عشان اقدر انام. كانت الساعه مثلا 4 تقريبا، وانا كان عندي شغل الساعه 6 الصبح، ما كانش ينفع ان انا اسيبه لحد الصبح، ما كنتش هاجي الاقيها اصلا. تمام. فانا اتصرفت وعملتها كانت دافيه شويه، فعشان كده ده اللي خلى ان الكريمه وده اللي هنشوفه فيما بعد ما كانتش ماسكه فيها. تمام. كده تاكلوها عادي. تمام. عايزين تحطوا لها مثلا شويه لوتس كده من على الوش، بس مثلا زي ما انتوا هتشوفوا كده دلوقتي. اللهم صل على النبي. ده لوتس جايبه برطمان ومخففه بزيت، بس على حمام ميه ومخففه بزيت. ممكن اهو ده كده شكل عادي، شكل ممكن نمشي كده عليه خط الشلالات شكل برضو. ممكن ان احنا نحط عليه شوية كريم شانتيه شكل برضو. مفيش كل يعني اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. انا حرفيا ما كنتش لاقي فورمة اعرف اعمل بيها ده اصلا. الفورمة دي بتاعت البسكوت. تمام. انا مش لاقي فرم اعمل بيها البتاع دي، اعمل بيها روزيتات او اي حاجة، يعني مش كنتش لاقي للاسف. فاضطريت ان انا اشغل نفسي، لان بقول لكم الساعة كانت 3 او 4 بالليل وكنت هموت وانام. بصوا ده مثلا شكل جميل وحلو، وهي اصلا ما شاء الله عليها طعمها حلو، خفيفة، اقتصادية، جميلة. بجد 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 لازم تجربوها، واللي يجربها يدعيلي وهيصلي على النبي وهيذكر الله. و اسيبكم مع الحلويات والجمالات ده كله. وصلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب وتهدأ النفوس باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في امان الله وحفظه. واللي وصل لحد هنا ما ينساش يسلم عليا.